لان كل اللي انت بتدور عليه هتلاقيه في القطاع ده. جميع العزولات، عزل صوت، عزل مطر، عزل هواء، عزل تراب، موجود. من المقطم مكملين معاكم حمله ما تخليش حد يضحك عليك، والنهارده احنا موجودين في ورشه الباشمهندس عماد حمدي، ورشه ميلينيوم. نعرف منه النهارده ازاي العميل يستلم القطاع بتاعه وازاي يختار القطاع الصح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم اخوكم عماد حمدي، صاحب شركه ميلينيوم لجميع اعمال الالومنيوم. بتشتغل بقالك كام سنه في قطاعات الالومنيوم؟ من 2004. لو انا مشطب مكاني سواء بيت او مكتب، ازاي اختار القطاع المناسب اللي يعيش معايا؟ اول حاجه نسبه العزل عندنا عزل صوت، عندنا عزل هواء، عندنا عزل التريبه، عزل الضوضاء عامه. طبعا ده بيرجع للازاز، وبنسبه كبيره بيبقى عامل اساسي على القطاع بيعزل نسبه كبيره من الصوت قبل الازاز. وعزل الاتربه، عزل هواء، عزل مياه الامطار، الحاجات دي كلها. هل انا كعميل ممكن اطلب من الفني او المهندس يشتغل بقطاع معين؟ العميل لو فاهم بيريح، او احنا بنقرب مع المسافات. احنا بالنسبه لي احنا كميلينيوم العميل بتاعنا عنده نسبه ثقه عاليه جدا فينا في اختياراتنا، فاحنا بنرشح نقول 1 2 3 4، بنقول له القطاعات اللي تناسبه كجوده كفئه سعريه. ايه اللي المفروض اراجع عليه وانا بستلم شغل الالوميتال بتاعي، سواء مطبخ او باب او شباك حتى؟ تشطيب الشغل، الداخليات بتاع الشغل دي بتاعت حاجه اسمها ضمير الفني. لكن ان حضرتك كعميل تقدر تبص للشباك من اول نظره كده، انت عرفت الشباك ده كويس من 4 شطوفات، 4 زوايا الشباك، دي اول حاجه ممكن تطمنك. وبعدين بقى تبدا تدخل واحده واحده كده الحركه وسلاسه الحركه بتاعت لو احنا معانا شباك سلايدنج يقدر العميل يحركه بسهوله، ولا هنسمع عضعضه وحكه وصوت وتقل والكلام ده. واحنا معانا حاجات ممكن مع مساحاتها الكبيره نقدر نخلي الطفل الصغير يقدر يحركها بايده. حاجات تانية جوه الشغلانه بقى كده اللي احنا بنسميها الحاجات المستخبيه، فرشات موانع هواء وتراب، مصارف ميه، مصارف مطر، اكسسوارات. والاكسسوارات برضو ليها عامل في الشغلانه. يعني الحاجات دي العميل بيحب يدقق فيها. بس زي ما قلت لحضرتك، اول نظره من العميل للشباك اللي هي 4 زوايا الشباك، العميل كده قبل شغلانه. مفيش شطف منور، مفيش زاويه مفتوحه، مفيش شغل سيليكون بقى ومرهمه الشغلانه والكلام ده، والعميل بيبقى عارف دلوقتي كل حاجه. ايه هي العيوب الشائعه في القطاعات المضروبه في السوق؟ اوزان القطاعات بقت حاجه سيئه جدا، بتضر الفني قبل ما تضر العميل. بتضره هو على المنشار وهو شغال، وهو على البنك بيجمع، وهو بيشطب، وهو بيسلم. حاجه سيئه جدا، اوزان القطاعات بقت سيئه. تاني حاجه صلابه القطاع، بتبص وانت شغال كده تلاقي القطاع بيشرز معاك، لان مش الومنيوم بيور، الومنيوم مخلوط عليه سكراب، في داخل فيه برادة حديد والكلام ده. الكلام ده كله مش حاجه كويسه، ومش هيريح لا الفني ولا العميل. هل المميزات اللي قلناها موجوده في قطاع اي جي ماس؟ اللهم لك الحمد، كل اللي احنا بنتكلم فيه لقيناه في اي جي ماس. انا كنت عملت قبل كده فيديو وقلت خدم الفني قبل ما يخدم العميل، وانا عندي مبدأ شغال عليه، انا هسلم نفسي في الورشه. اللي هيرضيني هيرضي اي عميل في الدنيا، واللي مش هيرضيني مش هيرضي حد. هل العيوب اللي حذرنا منها مش موجوده في قطاع اي جي ماس؟ كل العيوب اللي احنا اتكلمنا فيها احنا مش شايفينها في اي جي ماس، عشان كده احنا بنرشحه لاي حد عايز يشتغل الاي جي ماس. اشتغل اي جي ماس وانت مطمن. قطاع زي ما قلنا لحضرتك عمل كل اللي الفن عامله قبل ما العميل يعوزه. الاسطمبه المحترمه، الاوزان الكويسه جدا، حاجه كويسه جدا، الليفل بتاع القطاع متناول الجميع. ايه اللي يخليني انا كعميل او مهندس اشتغل بقطاع اي جي ماس عن غيره؟ انت بقى كعميل ايه اللي يخليك تختار اي جي ماس؟ لان كل اللي انت بتدور عليه هتلاقيه في القطاع ده. جميع العزولات، عزل صوت، عزل مطر، عزل هواء، عزل تراب، موجود. سلاسه في الحركه، سلاسه في الاستخدام، سهوله ومرونه في المعامله مع القطاع. نيجي بقى للسؤال اللي بيهم كل الناس، الجوده والسعر، ولا الجوده بس ولا السعر بس؟ هتختار جوده وسعر. التوب ما بيبصش للسعر مبدئيا، بيبص للجوده. في عميل جاي يدور على حاجه تريحه، هو كده هيدفع فلوس، مش هيفرق معاه يدفع كتير او قليل، هو هيدفع فلوس فهيعمل حاجه كويسه. رقم 1 الجوده. وانا بتكلم انا هنا من مكاني، انا بتكلم على الجوده، ان العميل بتاعي بيختار جوده، وبعد كده يفكر في السعر، وبعد كده نيجي ندور على المعادله نلاقي ان الجوده والسعر مناسبين جدا 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 في القطاع. شكرا يا باشمهندس على استقبالك لينا.